تفتكر لو قلتلك إن في هاكر أنقذ الإنترنت كله وهو قاعد في أوضته؟ والله، شاب عنده 22 سنة من غير بدلة ولا مكتب قدر يوقف فيروس كان هيشل العالم كله. فيروس ما كانش بيختار، بيهجم على الكل، شركات، مستشفيات، بنوك، حتى أجهزة حكومية. والمصيبة إنك ممكن تتصاب بيه وإنت نايم من غير ما تفتح حاجة. بس في عز الفوضى دي حصلت مفاجأة، حاجة بسيطة جدا بس كانت كفيلة توقف كل ده. في الحلقة دي هحكي لك عن أكبر هجمة إلكترونية شافها العالم، وعن البطل اللي ما كانش حد يعرفه بس بقى حديث العالم في ليلة. بس قبل ما نبدأ اعمل لنا لايك واشتراك في القناة لو مش مشترك. القصة بدأت في مايو 2017. كان في هاكر عنده 22 سنة بيشتغل على الإنترنت باسم مستعار. اللي عمله ما كانش غريب عليه لأنه متعود دايما يفك شفرات الفيروسات الخبيثة ويحللها عشان يفهم بتشتغل إزاي. بس المرة دي ما كانش بيتعامل مع فيروس عادي، دي كانت أكبر كارثة إلكترونية شافها العالم كله. وإحنا وقتها ما كناش نعرف، بس اللي حصل بعد كده حرفيا أنقذ الإنترنت زي ما احنا نعرفه دلوقتي. وكل اللي حصل ده كان سببه اسم دومين بسيط جدا شكله مفهوش أي حاجة تلفت النظر. الدومين ده زيه زي أي عنوان موقع إلكتروني، يعني زي facebook.com أو google.com كده، بس الدومين ده ما كانش متسجل باسم أي حد، وده كان غريب. الدومين ده كان تابع للناس اللي صنعوا أخطر فيروس فدية ظهر على الإنترنت، الفيروس المعروف باسم وانا كراي. الساعة كانت 1 بعد نص الليل لما بدأ الهجوم. الاسم ده كان اختصار لنظام تشفير بيقفل كل الملفات اللي على جهازك أول ما يتصاب، ولو اتصاب جهازك بتتفاجئ إن كل ملفاتك اتقفلت ومش هتعرف تستخدم جهازك تاني إلا لو دفعت لهم. والمصيبة بقى إنك مش محتاج حتى تدوس على أي حاجة علشان الفيروس يدخل جهازك، بمجرد إن نسخة الويندوز اللي عندك مش محدثة والجهاز شغال ومتصل بالنت كده كفاية علشان تتصاب. الهاكرز استخدموا ثغرة في ويندوز اسمها إترنال بلو، واللي كانت اتسربت من جروب هاكرز اسمه شادو بروكرز قبلها بشهر بس. يعني الموضوع كله حصل بسرعة ومن غير أي تدخل منك. أول بلاغ عن الإصابة بالفيروس جه من شركة إنترنت في جنوب شرق آسيا. الساعة كانت 7:44 صباحا بتوقيت UTC. بعد أول إصابة في جنوب شرق آسيا العدوى ابتدت تنتشر بسرعة مرعبة. ظهرت حالات في أمريكا اللاتينية، وعلى الساعة 10:05 الصبح كانت الإصابات بتنتشر في أوروبا. بس بعد شوية ساعات وبالظبط الساعة 12:59 الظهر 70% من أكبر شركات الإنترنت في آسيا كانت اتصابت. ولما الساعة بقت 3:28 العصر الفيروس كان سيطر على أكتر من 65% من شركات الإنترنت الكبيرة في أمريكا. وقتها مفيش أي فيروس فدية اتحرك بالسرعة دي ولا ضرب عدد الأجهزة ده كله مرة واحدة. شركات كتير ما قدرتش تقوم من اللي حصل واضطرت تقفل خالص. شركات تانية اضطرت توقف عملياتها تماما، وعدد لا نهائي من الشركات خسروا مئات الملايين. شركات عملاقة سواء خاصة أو حكومية، كل القطاعات اتضررت، سكك حديد، مستشفيات، بنوك، أقسام شرطة، وزارات، شركات كهرباء، حتى منظمات كبيرة زي NHS في بريطانيا. ما كانش فيه نهاية لقائمة الضحايا، الوضع كان خارج عن السيطرة. ولو عايز تحط اللي حصل في حجمه الحقيقي، في خلال 3 ساعات بس الفيروس انتشر في أكتر من 11 دولة، وبنهاية أول يوم كان ظهر في 74 دولة حول العالم، ومفيش أي حل في الأفق. محدش كان عارف حجم الكارثة دي هيوصل لفين، ولا شكل الخسائر اللي هتحصل في الأيام أو الأسابيع أو حتى الشهور الجاية. وانا كراي كان نوع من فيروسات الفدية، وده معناه إنه بيشفر ملفاتك ويمنعك توصل لها، وبيطلب منك تدفع فدية علشان يرجع لك بياناتك، وغالبا بتكون الفدية دي بعملة بيتكوين علشان تبقى صعبة التتبع. في حالة وانا كراي أول ما الجهاز بيتصاب تفتح الجهاز تاني تلاقي شاشة سودة والخلفية كلها رسالة تهديد. كل صورك، ملفاتك، أغانيك، شغلك، كل ده اتشفر وبقى مش متاح ليك. والرسالة بتيجي معاها تعليمات مفصلة ب 28 لغة مختلفة بيشرحوا لك ازاي ممكن تفك التشفير وتسترجع ملفاتك. بس طبعا ده كله بيحصل بعد ما تدفع. وفي آخر الرسالة بيجاوبوك على سؤال بسيط: هل فعلا هترجع لي ملفاتي؟ والرد كان أكيد. الرسالة اللي كانت بتظهر بعد الإصابة كانت بتقول: احنا بنضمن لك انك هتقدر
تقدر تسترجع كل ملفاتك بأمان، بس اللغة كانت مكسرة كده، شكلها مترجمة ترجمة حرفية من لغة تانية، وده خلى ناس كتير تشك إن اللي ورا الفيروس مش ناطقين إنجليزي أصلا. وكان في تهديد واضح في الرسالة: قدامك 3 أيام تدفع، وبعد كده الفدية هتتضاعف، ولو مر 7 أيام من غير ما تدفع خلاص مش هتقدر ترجع ملفاتك للأبد. ناس كتير كانت بتسأل قدامي قد إيه قبل ما كل حاجة تضيع، والحقيقة إن أخطر حاجة في الفيروس ده إنه بعد ما يشفر بياناتك مفيش أي طريقة تفك التشفير إلا لو الهاكر نفسه قرر يبعت لك المفتاح. بس القصة كلها اتغيرت بسبب شاب اسمه ماركوس هاتشنز، وده اسمه على الإنترنت كان مالوير تيك. ماركوس بدأ يشتغل في الحاجات دي وهو لسه مراهق، عنده حوالي 15 سنة، وكان نشيط جدا على مواقع ومنتديات الهاكرز السريين، بيشتري ويبيع بيانات مسروقة، وبيتحكم في شبكات بوتات ضخمة كانت بتستخدم في هجمات إلكترونية. يعني كان شغال في العالم المظلم بتاع الإنترنت، البلاك هات كوميونيتي. بس مع الوقت اسمه بدأ يلمع في المجال، وبقى معروف بمهاراته القوية في البرمجة وتحليل الفيروسات، وده كان شغفه الكبير. حتى ولو ما كانش هو اللي عامل الفيروس بإيده، كان بيستمتع يفكك الكود ويفهم هو بيشتغل إزاي. لما بدأت الأخبار تنتشر عن فيروس وانا كراي في مايو 2017، ماركوس قرر ياخد نسخة من الفيروس ويحللها في بيئة افتراضية آمنة علشان يراقب سلوكه من غير ما يتصاب. وأثناء ما كان بيقلب في الكود لاحظ حاجة غريبة، كان في اسم دومين مكتوب جوه الكود. الفيروس مبرمج إنه يتصل بالدومين ده قبل ما يكمل الهجوم بتاعه، بس الدومين ده ما كانش متسجل باسم أي حد. فماركوس قال لنفسه طب ما سجله أنا، يمكن يساعدني أتعقب الفيروس. فعلا دفع $10 وسجله، بس هو ما كانش يعرف وقتها إنه بالحركة البسيطة دي كان هيشغل زر القتل كيل سويتش اللي جوه الفيروس من غير ما يقصد. الفيروس كان مبرمج إنه قبل ما يبدأ يشفر الملفات يحاول يتصل بدومين معين، لو ما لقاش رد يعني الدومين مش متسجل يكمل الهجوم، لكن لو لقى إن في رد من الدومين يعني إنه متسجل وبيشتغل، البرنامج يقفل نفسه فورا وما يفضلش ينتشر. الهاكرز كانوا ضايفين الميزة دي كنوع من الاحتياط علشان يقدروا يوقفوا الفيروس وقت ما يحبوا. الحكاية ما خلصتش هنا، الفيروس كان مبرمج يتأكد من الدومين ده قبل ما يبدأ الهجوم، وده غالبا كان الاختبار أو وسيلة تحكم من الهاكرز، أو يمكن سهو منهم، الله أعلم. بس الغلطة دي كانت كفيلة توقف الكارثة كلها. الهاكرز غالبا ما كانوش متخيلين إن حد ممكن يجي في يوم ويسجل الدومين ده، بس ماركوس عملها، وبمجرد ما عمل كده كل جهاز جديد بيتصاب بدأ يتصل بالدومين، ولما لقى إنه شغال الفيروس كان بيقف فورا وما بيكملش. ببساطة الحركة دي وقفت فيروس وانا كراي وهو لسه في عز انتشاره، ولو كانوا استخدموا دومينات عشوائية أو كل جهاز ليه دومين مختلف كان هيبقى من المستحيل تقريبا توقف الانتشار. والفترة قصيرة ماركوس اتحول لبطل، الصحافة سمته الهاكر اللي أنقذ الإنترنت. لكن القصة أخدت منحنى غريب جدا، السلطات بدأت تدور ورا تاريخه القديم على الإنترنت، ولقوا حاجات ماركوس كان بيحاول يدفنها من زمان. اتضح إنه وهو صغير كان بيشتغل على برمجيات خبيثة اسمها بانكينج تروجنز اللي بتسرق بيانات الدخول للبنوك أونلاين. وبعد شهور من أزمة وانا كراي، وأثناء ما كان ماركوس في مؤتمر أمني في لاس فيغاس، FBI قبضوا عليه. القبض عليه عمل انقسام كبير في الرأي العام، في ناس شافوه قصة توبة جميلة، شاب بدأ حياته في الطريق الغلط بس رجع وقرر يساعد العالم، وفي ناس تانية شافت إن القصة دي بتفكرنا بحقيقة مهمة. في عالم الهاكرز الخط بين البطل والشرير خيط رفيع جدا. ماركوس في الآخر اعترف بتهم تخص نشاطه القديم، بس القاضي قرر ما يسجنوش لأنه اعترف بالدور العظيم اللي لعبه في حماية الإنترنت، وخاصة في إيقاف وانا كراي. قصة ماركوس هاتشنز فضلت واحدة من أغرب القصص في عالم الأمن السيبراني. هاكر شاطر كان شغال في الخفاء، وبالصدفة اتحول لبطل عالمي وسخر خبرته علشان يدافع عن الناس من نفس الحاجات اللي هو كان بيعملها زمان. في الآخر القصة دي بتفكرنا بحاجة مهمة جدا، اللي ممكن يكون مجرم النهاردة ممكن يبقى هو نفسه البطل اللي بينقذ العالم بكرة. وماركوس هاتشنز كان الدليل الحي على كده، شاب بدأ حياته بيكسر القوانين، بس لما جات اللحظة الحاسمة كان هو السبب في إن الإنترنت يفضل شغال، وإن ملايين الأجهزة حوالين العالم ما تقعش ضحية لفيروس مدمر. القصة مش بس عن هاكر، دي عن إن أي حد فينا ممكن يغلط، بس كمان ممكن يصلح وممكن يعمل فرق حقيقي. ومين عارف، يمكن البطل اللي هيوقف الكارثة الجاية يكون قاعد دلوقتي قدام شاشة بيتعلم يكتب كود. الفيديو ده
كتبه محمد علاء. فلو عجبتك القصة ادعمه باللايك والشير والاشتراك في القناة لو مش مشترك.